رامي ما كانش قادر ينام. كل ما يقفل عينه يشوف المركب، الصريخ والبحر، وهو بيبلع صاحبه عاطف قدامه. كأن المشهد بيتكرر، بس في حاجة جديدة بتظهر كل مرة. بس الكابوس اللي شافه المرة دي مختلف. شاف نفسه بيغرق، بيصرخ، لكن مش هو اللي بيصرخ. كان شايف نفسه تحت المية وجسمه فوق بيتحرك، كأنه بيتفرج على روحه وهي بتعيش بداله. صحى متغرق عرق، قلبه بيدق بشكل مش طبيعي. بص في المرايا، حس إن في حاجة في وشه مش زي الأول. مش تعبان، لأ، كأنه حد تاني. في المخيم كان في ناس بتلم معلومات عن الغرق أو المفقودين. واحدة ست من ليبيا اسمها مروان شافت رامي وقالت له: سبحان الله، نفس ملامح ابني، مات من 3 سنين في البحر. قال لها: أنا آسف، بس أنا مصري. ردت عليه بصوت ثابت: حتى صوتك زيه، وانت بتقول آسف بتحرك شفايفك زيه بالظبط. رامي بدأ يتوتر، راح يدور على الراجل اللي كان معاه في المركب، صاحب الصندوق. لف في المخيم كله لحد ما لقى الصندوق، بس من غير الراجل. والمفاجأة، الصندوق بقى مفتوح. جواه كان فيه صورة رامي جنب شخص تاني، وتذكرة عبور بتاريخ رحلة مختلفة عن اللي ركبها. وجواب مكتوب بخط واضح: ما تفرحش إنك رجعت، اسأل نفسك أنت رجعتك إيه؟ رامي بدأ يشك إن في لعنة في البحر، أو تبادل، أو شيء مش طبيعي. صاحبه عاطف اللي غرق بقى يسمع صوته في الحلم. وفي يوم شافه وسط الزحمة، لبسه هو نفس الضحكة، لكن اختفى فجأة كأنه دخان. وفي آخر الليل رمى رامي نفسه سؤال واحد: هل البحر رجعني ولا خلقني من جديد؟